إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، كنا قد تكلمنا عن حب الله عز وجل لعباده، وذكرنا في أيما مرة أسلفنا فيها الذكر عن حب الله عز وجل. وحب الله عز وجل لعباده يبدأ من السماء لينزل إلى الأرض. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله قد أحب فلانا وأحببته فأحبوه، فيحبه أهل السماء فيبسط له القبول في الأرض، أو كما جاء في الحديث. ولكن اليوم سنتكلم عن رحمة من رحمات الله خصها الله عز وجل لمن يسعون في مرضاته، ولمن يبحثون عن رضوان الله عز وجل. فإنه قد ثبت في مسند الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليلتمس رضوان الله. والله إنه لحديث عظيم. هذه نصيحة إلى كل من يعمل العمل الصالح أن يخلصه لله ويبتغي معه وجه الله ورضوانه. إن العبد لا يلتمس رضوان الله ولا يزال بذلك، يعني في كل ما يفعله من أمور الخير في الدنيا لا يلتمس من وراء ذلك إلا مرضاة الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيقول الله عز وجل: يا جبريل إن فلانا يلتمس رضواني، إن فلانا يلتمس رضواني فإني قد رحمته. بمجرد أن تفكر في مرضاة الله عز وجل يتكلم عنك من؟ ربك سبحانه وتعالى. النية يا جماعة الخير، أن تنوي مرضاة الله عز وجل بعملك دون أن تتكلم، لأنه قال: فاذكروني أذكركم. وقال: وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أما هذا فلن تتكلم، بل إنك تقدم وتخلص النية فقط ليتكلم عنك الله عز وجل ويشهد جبريل وملائكته بأنه قد أنزل وحفظ
رحمته، فينادي جبريل عليه السلام ويقول رحمة الله على فلان، رحمة الله على فلان، فيقول جبريل هذا وتقوله حملة العرش ومن حوله كلهم ينادون بهذا رحمة الله على فلان. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات السبع فيقولها أجمعون رحمة الله على فلان، ثم تهبط له الرحمة إلى الأرض. ألا رحمة الله على المؤمنين، رحمة الله وبركاته عليك. لما وقف إبراهيم عليه السلام مخلصا النية في محاجته ملائكة الرحمن عن لوط عليه السلام، فبشره ربه سبحانه وتعالى بالولد بعد العقم، ثم قال ربنا رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد. لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام أكرم ضيف الله وهم الملائكة الذين جاءوا إليه، فأكرمهم مخلصا بذلك أيما إخلاص لله عز وجل، مبتغيا مرضاة الله عز وجل، فأكرمهم. ورغم ذلك لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، أمنوه. ورغم ذلك جلس يناصحهم ويذكر محاسن لوط عليه السلام، فبشره ربه بعد سنوات عدة من العقم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فإذا أراد الإنسان أن تتنزل عليه رحمات الله عز وجل فعليه أن يخلص النية في جميع عمله، وأن يجعله خالصا لوجهه سبحانه، وأن يبتغي بذلك مرضاته. إن العبد ليلتمس أن يبحث، ليلتمس مرضاة الله، فعليك أن تلتمس يا عبد الله مرضاته. عسى الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. ومن رحمته بنا سبحانه أن أرسل إلينا رسولا قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال فيه ربنا سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي رواية من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي وهذا الرسول الذي جعله الله عز وجل رحمة مهداة ونعمة مسداة، هذا الذي حير عقول الأعداء به، فإن الله عز وجل خلد فيه حادثة يتكلم عنها العدو قبل الصديق. ففي حادثة الإسراء والمعراج التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا
هذا النبي الذي جعل الله عز وجل الكون ينقلب بمبعثه، هذا النبي الذي سيكون يوم القيامة مرضيا في أمته كما أخبر، فإنا سنرضيك في أمته. فهلا تذكرناه وصلينا عليه وتذكرنا سيرته وتدارسناها بيننا لنعلم أن هذا الرسول إنما هو نعمة من الله ورحمة. فاللهم صل وسلم على نبيك محمد عدد ورق الأشجار وحب الرمال وتساقط وتهاطل الأمطار وما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد في الأولين، وصل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد في الآخرين، وصل وسلم وزد وبارك على نبيك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجمعنا معهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ذا حاجة إلا أعطيته حاجته، ولا ميتا من أموات المسلمين إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.